ولو هتعملوا كمية وتقسموها بنفس الطريقة اكتبوا على كل برطمان علشان ما تنسوش استخدامات كل برطمان. وطبعا الهريسة هنحفظها بالإضافات اللي ضفناها عليها. ولو استخدامك في هريسة الشطة كتير ممكن تخلي برطمان في التلاجة، هيقعد معاكي شهر إن شاء الله، وبعد ما يخلص طلعي غيره واحفظي الباقي في الفريزر، هيقعد معاكي أكتر من سنة بأمر الله. ولما تاخدي من البرطمان تاخدي بمعلقة نضيفة وناشفة من المية تماما. ولو الزيت نقص من على وش البرطمان ارجعوا غطوا وش البرطمان بالزيت علشان الزيت مادة حافظة للهريسة. والهريسة هتنفعنا إن شاء الله في تتبيلات كتير جدا زي الأسماك والبتنجان والسلطات والمخللات. واتمنى اكون قدرت افكم النهارده ولو بحاجه صغيره، وانا اسفه لاطاله الفيديو، بس حبيت اقول لكم على اكتر من طريقه لهريسه الشطه. واتمنى تجربوا الطريقه اللي تعجبكم وتناسبكم، وهستنى ان شاء الله تعليقاتكم. ويا رب وصفات النهارده تكون عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو وعجبتكم قناتي فضلا وليس امرا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب او الاشتراك في القناه والضغط على جرس التنبيه كله علشان يوصل لكم اشعار